الاقي المهنه اللي اخترتها الناس بتكرهها للدرجه دي يعني. نادمه انك اخترتي مهنه لا الرقص؟ مش نادمه خالص، لا لا مش نادمه، بالعكس بحبه جدا، ولغايه لما اموت هقول لربنا انا بحب الرقص الشرقي. لكن شايفه اولا خلينا حتى في قطار السينما نفسه، شايفه انه هيواصل وهيستمر ولا يمكن انه يسقط في النهايه، او ان احنا على الحافه؟ خليني ابدا كلامي بان ويكيدون ويكيد الله والله خير الكائدين. احنا في منعطف ويمكر الله والله خير الماكرين. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وين حسيتي صار الشرخ اكثر؟ لما اخواني يكفر مسلم او اخواني يكفر قبطي؟ لا يا سيدي، عمرو بن العاص جه على مصر ما كفرش اقباط مصر. هو ده مش من اولياء الله الصالحين؟ هو ده مش من الاربعه المبشرين بالجنه؟ إيه يا جماعه في ايه؟ هو احنا هنخترع اسلام؟ ما الاسلام ده كان موجود طول عمره. بتاعي. هل تسمح لاختك ان تمارس الجنس قبل الزواج؟ لو قدام المجتمع وقدام عيلتها وما بتنافقش حد اكيد هسمح بده. اذا يعني اذا اجت شقيقتك وقالت مش ممارسته ان انا اعمل اذا اجت شقيقتك وقالت لك انا بحب شخص، لحظه اذا اجت شقيقتك وقالت لك انا بحب شخص وبدي اروح الليله مارس الجنس معه، ايوه بتقول لها ايه قدام الناس؟ انا عم بقول لك وانا رايح قدام الناس. الجنس ده انا كل يوم بمارسه مع حد مختلف، وان انا كل لما احب حد او يعجبني حد اروح اعمل معاه. لها فتره هي وياه بتظهر معه صديقته وقلت لك انا اليوم رايحه امارس الجنس. بمعنى ايه الصداقه؟ اللي هو صداقه بنفس المعنى اللي انت مارست فيه الجنس مع البنتين الاخرتين. ما عنديش مانع. ما عندكش مانع. ليه مستغرب؟ ما عنديش حتى لو صار حمل من الممارسه؟ ما عندكش مانع. عشان كده قلت لك ولا والدك عنده مانع؟ العائله ولا والدك والمجتمع قدام العائله والمجتمع هو ابن فراش. نعم هو ابن فراش في الحاله دي. هو ابن زنا وابن غير شرعي. انت شايفه كده؟ انا شايفه كده، ده الواقع، ده الحقيقه، دي الحقيقه. الله قال في سورة الأنعام إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. الذين يفرقون الدين إلى أحزاب وإلى مذهبيات وإلى عصبيات، وإذا وسد الأمر لغير أهله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فانتظر الساعة، وقال إن من علامات الساعة أن يتكلم الرويبضة في دين الله. قالوا وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه، مثل ما استمعنا في المصادمات الإعلامية المنسوبة إلى الدين زورا. وحسبنا الله ونعم الوكيل، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. لا نقول غير هذا. ضاع إسلامنا، سمعته ومكانته ضاعت تحت أقدام النخاس الفكرية والتعصب المذهبي، فإلى الله نسأل.